السلام عليكم. هنا حيث يلتقي التاريخ بالحداثة، تستعد تطوان الحمامة البيضاء لقفزة نوعية لم يسبق لها مثيل. نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الأبرز هو الرؤية الملكية 2030، رؤية طموحة تهدف لتحويل المدينة إلى قطب اقتصادي وسياحي عالمي بامتياز. في هذا الفيديو سنرصد لكم خريطة الطريق نحو هذا الأفق المشرق من خلال مشاريع عملاقة تستعد المدينة من خلالها لتغيير شامل، حيث سنتحدث عن البنية التحتية التي تتجدد وشرايين التنمية التي تمد، بدءا من تطوير سهل واد مارتيل والمشاريع المصاحبة له، إلى إحداث مناطق صناعية ولوجستية ضخمة وطرق سيارة وخطوط للسكك الحديدية وغيرها. هذه المشاريع العملاقة لا تهدف فقط لتعزيز جاذبية السياحة الثقافية والشاطئية، بل ستقلب الموازين وتفتح آلاف فرص الشغل لشباب المنطقة. هل أنتم مستعدون لتروا كيف ستصبح تطوان أيقونة شمال إفريقيا الجديدة؟ تابعونا في هذا التقرير الحصري والمفصل لنكتشف معا أهم المشاريع التنموية التي ستغير وجه الحمامة البيضاء في أفق 2030. لكن قبل ذلك، المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مشروع تطوير مطار تطوان. تتواصل أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار تطوان سنية الرمل بوتيرة متسارعة، في إطار مشروع طموح يهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمطار وتحسين قدرته الاستيعابية. ومن المرتقب أن يتم خلال الأسابيع المقبلة افتتاح مدخل جديد خاص بالمحطة الحديثة، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لاستكمال المشروع وفق المخطط المحدد. ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تطوير خدمات النقل الجوي من خلال توفير مرافق حديثة تواكب المعايير الدولية، مما سيمكن من تحسين تجربة المسافرين وتعزيز الربط الجوي بين تطوان وباقي المدن الوطنية والدولية. كما يشكل هذا التطوير دعامة أساسية لدعم القطاع السياحي والاقتصادي بالمنطقة، عبر تسهيل التنقل وتعزيز جاذبية تطوان كوجهة سياحية واستثمارية. مشروع المركز التجاري الجديد هايبريو. تستعد منطقة كابو نيغرو شمال مدينة تطوان لاحتضان مشروع تجاري ضخم يتمثل في مركز التسوق هايبريو، الذي يرتقب افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة. المشروع الذي يجرى العمل على إنجازه حالياً يهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات سكان المنطقة. ويتوقع أن يوفر المركز 350 فرصة عمل مباشرة و450 فرصة عمل غير مباشرة، ما يجعله مساهمة حقيقية في تقليص معدلات البطالة ودعم الأسر المحلية. كما ينتظر أن يسهم المشروع في تعزيز النشاط التجاري والخدماتي بالمنطقة، التي تعد واحدة من أكثر المناطق الواعدة شمال المغرب. وقد تم اختيار منطقة الأنشطة الاقتصادية في كابو نيغرو كموقع استراتيجي لهذا المشروع، نظراً إلى قربها من المحاور الرئيسية والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها مركزاً مثالياً للاستثمار والتجارة. مشروع مدينة الترفيه والتنشيط. تستعد مدينة تطوان لاحتضان مشروع كبير يتمثل في إنشاء مدينة الترفيه والتنشيط، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن طلب عروض لتنفيذ العشرات من المشاريع المرتبطة به. ويمتد المشروع على مساحة تقارب 53 هكتاراً، وتشرف عليه شركة سيجما، متضمناً منتزهاً ترفيهياً للأطفال، ومركزاً للألعاب الإلكترونية والتكنولوجية، ومجمعاً سينمائياً، ومركزاً للمؤتمرات.
ومواقع تجارية للتسوق ومنتزها بيئيا، وموقعا أثريا إلى جانب بنية تحتية متكاملة للعروض الثقافية. ووفقا لمصدر مطلع، فقد تم اختيار سهل وادي مرتيل كموقع لإنجاز هذا المشروع الضخم، نظرا لقربه من وسط المدينة، وتوفره على مساحات خضراء واسعة، إضافة إلى كونه جزءا من مشروع التنمية الحضرية للملك محمد السادس، الذي يهدف إلى النهوض بالمدينة والمنطقة. ومن المنتظر أن يخلق المشروع 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تعزيز مكانة تطوان كوجهة سياحية نشطة على مدار السنة، مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي عبر جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، كما سيساهم في تعزيز الاستدامة من خلال دمج تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع المساحات الخضراء. وكشف المصدر ذاته أن تكلفة المشروع تصل إلى 500 مليار سنتيم، بهدف تحويل تطوان إلى وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والتجارة والسياحة. وقد جاء اختيار المدينة لموقعها الاستراتيجي القريب من طنجة، ومطار تطوان سنية ترمل، وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى قربها من البحر الأبيض المتوسط وجبال الريف، مما يجعلها نقطة جذب للسياح الباحثين عن التنوع الطبيعي. مشروع ربط تطوان وطنجة بخط للسكك الحديدية. بات مشروع ربط مدينتي تطوان وطنجة بخط للسكك الحديدية حقيقة بعدما كان مجرد حلم لساكنة إقليم تطوان ومرتيل والمضيق. وسيشرف المكتب الوطني للسكك الحديدية على دراسة إنجاز الربط السككي هذا، ليصبح حقيقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في أفق إنجازه خلال ال5 سنوات المقبلة. هذا وفازت الشركة الوطنية الإسبانية إنيكو بعقد دراسة جدوى إنجاز هذا الخط السككي، الذي سيربط مدينة طنجة بالمركب الرياضي والمطار وبين طنجة وتطوان. ويتضمن العقد الذي تبلغ قيمته 2.7 مليون يورو إجراء دراسات جدوى ومشاريع أولية لتحسين الربط السككي بين طنجة وتطوان، وذلك لإنشاء ما يقرب من 85 كيلومترا من السكك الجديدة. مشروع تهيئة سهل واد مرتيل. تعمل ولاية طنجة تطوان الحسيمة منذ عام 2014 على إعادة تأهيل وتهيئة سهل وادي مرتيل، ويهدف هذا المشروع الضخم للتهيئة الحضرية المتكاملة والمستدامة إلى تحقيق المصالحة بين سكان السهل وهذا الوادي الذي غمرته مياه الفيضانات سابقا، والذي يتمتع بأهمية بيئية كبيرة، ويرمي هذا المسعى إلى تهيئة هذا الوادي ليصبح قطبا حضريا يستجيب لاحتياجات سكان تطوان الكبرى، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. ويحظى هذا المشروع الذي يعتبر من أضخم المشاريع السياحية بالشمال باهتمام ملكي وتتبع لتنفيذ أشطره من تطوان إلى مدينة مرتيل، حيث يمتد المشروع المذكور على طول الوادي على مسافة 18 كيلومترا، ويغطي حوالي 2000 هكتار، ما يمثل ثلث المجال الحضري للحمامة البيضاء. وأنهى تنفيذ هذا المشروع مشاكل الفيضانات عن طريق توسعة وتهيئة مجرى الوادي، فضلاً عن تحسين جودة النقل والتنقل من خلال تنفيذ مشاريع طرق محورية وقناطر وكورنيشات وملاعب رياضية، إلى جانب تحسين الاستثمارات العقارية والاقتصادية وتوفير متنفس حقيقي للعديد من سكان تطوان والمدن القريبة. هذا وتواصل الشركة المكلفة بتهيئة وادي مرتيل العمل على استكمال أشغال الكورنيش على ضفاف وادي مرتيل ليصل المصب بشاطئ مرتيل، وذلك لتحقيق هدف الرفع من الطاقة الاستيعابية للسياح والزوار، وكذا تجويد الخدمات السياحية بالشمال، بما يضمن منافسة مدن عالمية وجلب استثمارات ضخمة، ومسايرة التعليمات الملكية بالرفع من تطوير مجالات السياحة والاقتصاد.
مشروع محطة تحويل الطاقة عبر الضخ إفحص بإقليم تطوان. من أجل تحسين الظروف التقنية والاقتصادية لاشتغال وسائل الإنتاج والشبكة الكهربائية للنقل، أطلق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برنامجاً لتحديد مواقع ودراسة وإنجاز محطات تحويل الطاقة عبر الضخ، والتي تعتبر من وسائل الإنتاج المرنة من أجل مواجهة تذبذب وتأرجح الإنتاج الكهربائي من أصل متجدد. وفي هذا الصدد، تمت برمجة مشروع محطة تحويل الطاقة عبر الضخ فحص نواحي تطوان بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميجا وات، وستتكون هذه المحطة من وحدتين تبلغ قدرة كل واحدة منهما 150 ميجا وات، وسيبلغ الإنتاج السنوي للمحطة عند تشغيلها في أفق 2029 حوالي 550 جيجا وات ساعة. هذا المشروع الطاقي الضخم سيكلف غلافاً مالياً قدره 2,920 مليون درهم. هذا وتم الانتهاء من إنجاز الدراسات القبلية المختصرة للمشروع والشروع في إنجاز الدراسات المفصلة، ويرتقب أن تنتهي الأشغال وتبدأ المحطة في إنتاج الطاقة في مطلع سنة 2029. المنطقة الاقتصادية الحرة بالفنيدق. شرعت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات الشمال في تنزيل الشطر الأول من مشروع تهيئة فضاء الأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق. ويسعى هذا المشروع، الذي يعتبر بديلاً اقتصادياً لتجارة التهريب المعيشي بباب سبتة، إلى إدماج المهنيين في الفضاء الاقتصادي بمناطق تطوان والمضيق الفنيدق. ويهم هذا المشروع، المندرج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، تهيئة مناطق خاصة بالأنشطة التجارية ومناطق حرة، وتنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات المتواجدة بالمنطقة، إضافة إلى تطوير وتهيئة المشاريع العقارية. ويشير طلب العروض المفتوح الذي أعلنت عنه وكالة تنمية الشمال في وقت سابق إلى تخصيص حوالي 66 مليون درهم كشطر أول لإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، على أن يتم إنجاز الشطر الثاني لاحقاً. وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية لهذا المشروع ما مجموعه 200 مليون درهم. وتعمل وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال منذ فترة على تجاوز التأخر الكبير في إقامة هذا المشروع، والتسريع في إخراجه إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن. مشروع إحداث طريق ومدخل جديد نحو مطار سانيا ترمل. تستعد مدينة تطوان خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز شبكة النقل، حيث سيتم إنشاء مدخل مباشر يؤدي إلى محطة مطار سانيا ترمل الجديدة. وحسب برنامج المشروع، يأتي إحداث هذا الطريق في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل وصول المسافرين إلى المطار، الذي يعد منشأة حيوية في شمال المملكة. مشروع المستشفى الجهوي للتخصصات بتطوان. مواكبة للنمو العمراني والنمو الديمغرافي الكبيرين اللذان تشهدانهما مدينة الحمامة البيضاء تطوان، تتعزز البنية الاقتصادية والصحية والخدماتية والاجتماعية وغيرها من بنيات المجالات الحيوية بمشاريع ضخمة، ومن بينها مشروع بناء مستشفى جهوي كبير، بعدما عانى المستشفى الإقليمي سانيا ترمل من ضغط مهول جراء توجه ساكنة المدينة وكل أحواز تطوان والمدن المجاورة لها إليه، مما يجعل من المستشفى الجهوي الجديد مخلصاً لكل المنطقة من المعاناة في المجال الصحي. وتقدر مساحة بقعته الأرضية ب3 هكتارات و27 آراً، فيما تبلغ مساحته المغطاة حوالي 31 ألف متر مربع، وتبلغ ميزانية تكلفة الدراسات 20 مليون درهم، فيما تبلغ تكلفة حصة الأشغال الكبرى 127 مليون درهم.
وتنجز الأشغال حسب نفس البطاقة في أجل 24 شهراً. وستصل القدرة الاستيعابية الإجمالية لهذا المستشفى الجهوي للتخصصات 380 سريراً. مشروع إنجاز الشطر الرابع لطريق الحزام الأخضر. جرى إطلاق طلب عروض لاستكمال إنجاز الشطر الرابع من الطريق الدائري الشمالي بالحزام الأخضر لمدينة تطوان بكلفة مالية تقديرية تصل إلى 34 مليون درهم. ويندرج المشروع الذي يشكل موضوع طلب عروض لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وعمالة إقليم تطوان في إطار برنامج إعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان. ويمتد الشطر الرابع من الطريق الدائري الشمالي لمدينة تطوان على مسافة 6 كيلومترات، حيث سيتم تقسيم الأشغال على 5 مقاطع، على أن يتم الانتهاء من المشروع ضمن أجل 8 أشهر بعد انطلاق الأشغال. مشروع تحويل الطريق الساحلية تطوان الناظور إلى طريق سيار. كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار محسن الجازولي عن مشروع لربط جهة الشرق بجهة طنجة بطريق سريع ساحلي. وحسب ذات المصدر، فإن هذا المشروع يهم الطريق الساحلي رقم 16 انطلاقا من الناظور إلى تطوان عبر الحسيمة، ويدخل ضمن مشاريع للبنية التحتية الطرقية بين جهة الشرق وجهة طنجة. وقد رصد لهذا المشروع ميزانية هامة تجاوزت 1,000,000,000 سنتيم في أفق الإعلان عن موعد انطلاق عملية التحويل. جدير بالذكر أن الطريق الساحلية ساهمت في فك العزلة عن إقليمي الحسيمة والدريوش والعديد من المناطق القروية، كما أنها ستساهم مستقبلا في الرفع من الجاذبية السياحية والاستثمارية في هذه المناطق. ومن المرتقب أن يربط هذا الطريق السيار المستقبلي بين قطبين اقتصاديين مهمين في المغرب، ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، والذي بلغت أشغال إنجازه مراحلا متقدمة. مشروع الطريق السياري بين تطوان وطنجة. أعادت وزارة التجهيز إطلاق مشروع إنجاز الطريق السياري بين طنجة وتطوان، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بالشمال، استجابة للنمو الاقتصادي والديمغرافي لمدينتي طنجة وتطوان والمناطق المحيطة بهما. ومن المقرر إطلاق دراسات تنفيذه قريبا، مع التركيز على سلامة المسافرين وتحسين ظروف السفر. ويتضمن المشروع إجراء دراسات تقنية واقتصادية وبيئية من أجل إيجاد الحلول الأنسب من حيث التكلفة والتخطيط والخدمة. ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء طريق سريع مع مستوى عال من الخدمة لتسهيل الوصول إلى المدن الكبرى والأقاليم المجاورة، وتحسين السلامة على الطرق، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية للمنطقة. هذا وسيتم إجراء الدراسات تدريجيا لتحديد السيناريو الأفضل للمشروع الجديد. مشروع الطريق السيار فاس تطوان. وصل ملف تعثر مشروع الطريق السياري الذي سيربط بين فاس وتطوان إلى مكتب نزار بركة وزير التجهيز والماء، وذلك بعدما تبين أن الحديث عن الدراسات التقنية تمت خلال سنة 2008، لكن لم يتم الكشف بعدها عن أي معلومات حول توقف سير الإجراءات والإكراهات التي يمكن أن تواجه خروج المشروع الاستراتيجي إلى الوجود. وحسب مصادر مطلعة، فإن من الصعوبات التي واجهت الدراسات التقنية الأولية لخروج المشروع صعوبة التضاريس على مستوى طريق شفشاون باعتبارها منطقة جبلية، وكثرة المنعرجات الخطيرة، وضرورة توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار كما هو معمول به في معايير الطرق السيارة، ناهيك عن الكلفة المالية الضخمة للبنية التحتية والمنشآت الفنية من قناطر وغيرها. وينتظر أن يقوم نزار بركة وزير التجهيز والماء
بالعمل على فتح بحث إداري في تعثر دراسة مشروع الطريق السياري بين فاس وتطوان وحيثيات جمود الملف منذ سنة 2008، وبعدها إطلاق دراسات أخرى من أجل إخراج هذا المشروع إلى الوجود. مشروع حماية تطوان من الفيضانات. شرعت سلطات إقليم تطوان بشراكة مع جماعة تطوان على تنزيل مجموعة من مشاريع البنية التحتية بالمدينة، والتي تهم أساساً الحماية من الفيضانات وتحديث وتعميم شبكة التطهير السائل. وتعتبر مشاريع حماية أحياء تطوان من الفيضانات من المشاريع الكبرى التي أطلقت أشغالها خلال شهر دجنبر الماضي، بهدف اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة مخاطر السيول وحماية الأرواح والممتلكات في مجموعة من النقط السوداء التي غالبا ما تغمرها المياه كلما شهدت المنطقة تساقطات مطرية مهمة. وفي هذا السياق تشهد المدينة إنجاز 3 مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات بتكلفة إجمالية تبلغ 133 مليون درهم. الأول تنجزه وكالة الحوض المائي اللوكوس ومديرية التجهيزات المائية بكلفة 66 مليون درهم، والثاني تنجزه شركة أمانديس بكلفة 33 مليون درهم، فيما ستنطلق الأشغال في الأسابيع القليلة القادمة بالمشروع الثالث بكلفة 34 مليون درهم من تنفيذ شركة أمانديس أيضاً. مشروع السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق بتطوان. انطلقت بتطوان عملية تنزيل مشروع السياحة البيئية رافعة للتنمية المستدامة بالمناطق الساحلية غرب المتوسط، الذي تشرف عليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمشاركة خبراء وفاعلين في الاقتصاد الأزرق. ونظمت بهذه المناسبة ورشة على مدى يومين للتعريف بهذا المشروع المتوسطي، الذي يجمع بين تشجيع الاقتصاد واحترام المعايير البيئية، لا سيما من خلال السياحة المستدامة والاقتصاد الأزرق، والمعروف باسم ريبوت ميد، أي إحياء وتجريب وتشجيع السياحة البيئية بالواجهة الغربية للمتوسط. ويجمع المشروع المتوسطي 15 شريكاً من فرنسا وإسبانيا وتونس وإيطاليا وموريتانيا والمغرب، الذي يمثل المجلس الإقليمي للسياحة بتطوان والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات. شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.